السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم. في زريبة العجائب والغرائب اللي ولات دول العالم كلها حيرة في أمرها، حيث هي الدولة الوحيدة اللي شعبها هرب والحاكم ديالها بقى. حنا كنعرفوا الدول من يكون عندهم شي مشاكل الحاكم هو اللي كيهرب ماشي الشعب، ولكن في الزريبة العكس، الشعب هرب والملك بقى، وعاد زاد احتفل بعيد الاحتلال ديالو على العرش. ورئيس الحكومة هز طيارة خاصة ومشى يدوز العطلة في إسبانيا وكأن لم يحدث شيء. ويخرج لنا واحد القرد من الحكومة الناهق الرسمي باسم الداخلية، بغا يهضر لهم على الشبهة ديال الهروب الجماعي، وقال لهم راه كاين مجموعة مضللة هي اللي كانت تحرض عبر المواقع التواصل الاجتماعي، وصرح بعدد الناس اللي ماتوا، قال لهم كاين 11. أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار في البشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية، من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سلطة، ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. الكذاب يقول فيها بلا حشمة ولا حياة، وهي غير مستودع حفظ الجثث ديال تطوان، حاطين تما أكثر من 20 بنادم. والصحيفة الفارو الإسبانية صرحت بأن الحكومة الإسبانية بسبتة فتحت المستودعات ديال تبريد السلع، حطوا فيهم الجثث مغاربة، وصرحت بأن العدد ديالهم وصل ل 200 شخص وما زال باقين مفقودين في البحر. مسؤول حكومي كذاب، والخطاب ديالو كله تضليل والضحك على الشعب. بالله عليكم، واش باغي تنتظروا من هاد الحتالات يقدموا لكم وهو الاساس التصريح ديالو كله معمر بالكذب والتضليل؟ تقول لينا 11 ماتوا يا ولد القرده، واسبانيا تقول لي كاين اكثر من 200 شخص ماتوا. على من كتضحكوا يا المجرمين؟ على الاقل يا ولاد العاهرات، لو كان جات عندكم النفس ديروا حداد لمده 3 أيام على هاد الضحايا اللي ماتوا بسببكم وبسبب الفساد اللي كتمارسوه في حقهم. ما درتوهاش يا الكفره بالله، والملك ديالكم ما يديرهاش. هذاك ما دارش حداد حتى على مو نهار اللي ماتت، ناض مشى دار لكم الموازين. مستحيل يحزن على الشعب وهو ما حزنش على مو. ما كرهش ولد الساقطه لو كان المغاربه كامل يموتوا ويجي في بلاصتهم شعب واحد اخر يعمر البلاد بالشالوميين والافارقه. وهادوك ابواق الطباله وصحاب التعارج ديال المواقع اللي صدعتوا لينا ريوسنا بالتهرنيط والعبوديه، فينكم يا اللقطاء؟ شفناكم غبرتوا. ما كاش اللي يهضر على هاد الشوهه اللي دارها النظام، العالم كله كيهضر الا نتوما ضربتوا الطم وتكمشوا في بلايصكم. شكون هذا اللاقيط ولد اللاقيطه اللي دار لكم العجينه في فمكم وما خلاكمش تهضروا؟ جاتكم اوامر من الفوق قالوا لكم سدوا فمكم، ولا نتوما اللي التزمتوا الصمت حيت القضيه ما فيها ما يتغطى؟ الشوهه ديالكم وصلت للعالم كله شافها بالصوت والصوره. اذا يا ابواق العبيد، شنو خاصكم ديروا دابا؟ خاصكم تكمشوا في بلايصكم لواحد المده حتى ينساو الناس هاد الشوهه، ومن بعد عاودوا خرجوا وبينوا وجوهكم القادره، وبقاو كيما العاده تهضروا على الجزائر وتهجموا عليها، وغمضوا عينيكم على الناس اللي ماتوا في البحر بسبب النظام الزباله ديالكم يا العبيد. والله ما عندكم النفس بالله، بحالكم بحال النظام ديالكم، كلكم ولاد القاف، لقطاء كيعبدوا لقطاء بحالهم، وبغاونا حنا نكونوا معاهم ونوقفوا في صفهم ونعبدوا المنكوحين اللي حاكمينهم باش نرضيوهم ويقبلوا علينا. سيروا تكمشوا الله ينعلمكم الوالدين، الا حنا نقبلوا نكونوا عبيد بحالكم ولا نرضاو بالذل والعهر اللي كتعيشوا في بلادكم. حنا ولدتنا امهاتنا احرار ونموتوا احرار، واللي يحاول يمس شعره وحده من الكرامه ديالنا نطحنوا مو ونخليو ضربوه. فهمتوا يا العبيد؟ هذا هو الفرق اللي كاين بيننا وبينكم، وما تبقاوش تحاولوا تمارسوا علينا التهديدات والبلطاجه اللي قراها لكم المخزن. السياسه ديال تكميم الافواه وسياسه التخويف
هذيك مارسوها على العبيد اللي بحالكم. اما حنا حتى قرد فيكم ما يقدر يسكتنا او يخوفنا. هذه خصكم تحطوها في عقولكم مزيان وتحفظوها. صوت الاحرار يعلى ولا يعلى عليه. والله نبقاو لكم عقده في حياتكم ونحاربوكم لحتى الاخر نفس في حياتنا. هكا باش تعرفوا مزيان شكون نتوما وشكون حنا. وبالنسبه لهذاك الناهق الرسمي باسم الداخليه اللي قال لكم الناس اللي هربوا لسبته العدد ديالهم 40,000 واللي ماتوا غير 11، هذا ما كان. قالها بكل برودة زعما وكأن لم يحدث شيء، جاتو بحال شي حاجة عادية. عود العاهرة، هادوك 11 اللي ماتوا بانت ليك انت حاجة عادية؟ من الأحسن يا القواد كنت تبين داك الوجه القاسح اللي عندك وتقول للرعاية ديالكم شنو هو السبب اللي خلاهم يهربوا وأدوا بحياتهم للموت. وكذلك طرح سؤال آخر، قول شكون هو المجرم اللي فتح الأبواب وشكون اللي كان يهز الناس في الكاميونات بحال الحواله وحطهم تما. هذه هي الاسئله اللي بغيناك تطرحها، ماشي تقول لينا كاين جهات مضلله في المواقع هي اللي حرضتهم. زعما انت فاهم وحنا حماق ما كنفهموش. باش تغطيو على الفضائح ديال سيادكم هي خاصكم تقلبوا على حيله تضحكوا بها على الشعب. شنو هي هذه الحيله؟ هي لفق التهم ضد مجهول، جهات خفيه مضلله في المواقع. هذه هي الحجه اللي جبتوها لينا. لعنة الله عليكم يا المجرمين، ما كاين لا جهات مضللة ولا هم يحزنون. الجهات المضللة هي نتوما، وما كاينش مجرمين وفاسدين بحالكم نتوما، وما كاينش ولاد عاهرات وخونة بحالكم نتوما، وعلى رأسكم ولد العاهرة السادس اللي راكب عليكم كاملين وما كاينش اللي يقدر يهز في عينه. اتقوا الله في نفسكم وفي شعبكم يحطب جهنم. وقتكم غادي يسالي، بغيتوا ولا كرهتوا، وتموتوا جيفا وبئس المصير إن شاء الله. ضحكوا على الشعب بالشعارات والكذوب. المغرب يسير بسرعتين والتنمية الاقتصادية في تطور كبير والمالك يعمل على تحسين أوضاع المواطنين. ومن بعد الخطابات والشعارات هادو كاملين كنلقاو 80% من الأسر غير قادرة على توفير حاجياتها، وكنلقاو مؤشر البطالة ارتفع ل 35%، وكنلقاو الآلاف من الأطفال كيسعاو ينعسوا بالزنقة، وكنلقاو المرأة المغربية ولات كتبيع اللحم ديالها باش تكسب لقمة العيش، وكنلقاو الإدارات والمؤسسات كلهم فاسدين، الزبونية وباك صاحبي، والقوي يأكل الضعيف، والعدالة اللي تعتبر هي عمود الدولة كنلقاوها مخربة على بكرة أبيها، والشعب كامل باغي يهرب من البلاد. هادو هما الإنجازات ديالكم بلا ما تبقاو تكذبوا على عباد الله. ونتحداكم يا ولاد الكلاب، إلا عندكم الجرأة سيروا جربوا فتحوا الحدود لمدة 24 ساعة فقط ونشوفوا شكون اللي يبقى في البلاد. والله ما يبقى فيها واحد. الدجاج والكلاب حتى هما تلقاوهم هربوا. العصابة الحاكمة هي اللي تبقى بوحدها في ديك البلاد، ويبقاو معاهم العبيد الأبواق سليبي والسنايبي ورباعتهم المصلحجيين، هادو اللي يبقاو في الزريبة. أما الباقي كلشي يهرب. وهذا هو السبب اللي خلاكم مشيتوا سديتوا المحطات القطار ومحطات الحافلات وسديتوا الطرقات، لأنكم كنتوا عارفين الشعب كامل غادي يهرب ويدير لكم واحد الشوهة أمام العالم اللي عمركم ما تنساوها في حياتكم. الشعب كره من جد بوكم الحلوف وكره من السلطة القمعية ديالكم، ونهار اللي يتحرر من العبودية ويحايدوا الخوف من قلوبهم عرفوا باللي هذيك هي النهاية ديالكم. والله ما يعقل عليكم شي واحد، ما تنفعكم لا حماية فرنسية ولا حماية عبرية ولا شي قوة آخر. تلقاو ريسانكم بوحدكم وتقلبوا على الدول شكون اللي يعطيكم اللجوء. هذه اللي غادي توصلوا ليها. النهاية مشؤومة في انتظاركم إن شاء الله، وتبقاو عبرة لغيركم. ونتمنى ما تهربوش، تبقاو تما في البلاد ويشدوكم الشعب ويحاكموكم محاكمة عادلة وتاخذوا العقاب ديالكم على حساب الجرائم اللي قمتوها في حق الشعب. يا الكفر بالله. ومن هذا المنبر ديما خاصني نكرمكم بالطريقة ديالي المتواضعة ونقول لكم اتفوا عليكم واتفوا على باباكم الحلوف يا تركة الغدر والخيانة. تهلاو.